السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شرح بواسطة الزناتي ذا ديفل اي لموقع مزاجات دوت كوم والموقع الحصري دوت كوم والموقع محترفين مصر دوت كوم برو مصر. دلوقتي الشرح طبعا نبات المزرعة السعيدة. الشرح دلوقتي هنبقى ازاي نستخدم الأكواد من تاني، اللي هي الأكواد اللي هي وقفتها، ازاي نستخدمها من تاني بطريقة سهلة، جدا جدا وبسيطة. أول حاجة نفتح اللعبة، تاني حاجة نفتح برنامج تشارلز زي ما انتم شايفين كده. اهم حاجه نكون موقفين اي حاجه فيها تشغيل تلقائي شغاله في اللعبه، يعني التشغيل التلقائي يبقى واقف خالص في اللعبه. دلوقتي البرنامج فتح، نحرك اي حاجه في اللعبه وليكن كده مثلا. كده البرنامج قرر اللعبه، نفتح فولدر اللعبه، نقف على جيت اواي، نعمل بريك بوينت، نيجي في اللعبه نزرع اي حاجه وليكن برسيم مثلا. دلوقتي فتح لنا صفحه جديده، نعمل edit request amf، ننزل على كيو وبعدين داتا، نيجي على بلانت اي دي، نكتب الكود اللي احنا عايزينه وليكن 203 8. نشيل البريك بوينت ونتك اكسكيوت، نتأكد ان دي بقت عاملة كده. نتك بريك بوينت تاني، نزرع حاجة تانية، فتحت لنا صفحة جديدة، نتك edit request amf q data بلانت اي دي، نقف عليها نكتب هنا وليكن 205 8. نشيل البريك بوينت العلامة الحمرا دي ونتك اكسكيوت. كده تمام. لو عايزين مثلا نجيب برضو حاجة تانية، الأكواد طبعا كتير، ولكن مثلا جمال أبيض 205 6، نعمل بريك بوينت تاني، نزرع حاجة جديدة، فتحت لنا صفحة جديدة edit request amf q data blend id 205 6. نشيل العلامة الحمراء ونتك execute. لو عايزين نجرب مثلا أي حاجة تانية وليكن مثلا اللي هو السماد الخارق، نعمل برضو بريك بوينت تاني، نفتح اللعبة نزرع حاجة، فتحت صفحة جديدة edit request amf q data blend id 314. نشيل البريك بوينت نتك execute. عايز نعمل حاجة تانية برضو، نتك على العلامة الحمراء، نيجي في اللعبة نزرع أي حاجة، تفتح صفحة جديدة edit request amf q data blend id 322 اللي هو الدلو الخارج. نشيل البريك بوينت اكسكيوت. كل واحدة زرقاء معناها ان العملية تمت بنجاح. دلوقتي نقفل البرنامج، نحدث الصفحة، وزي ما انتم شايفين كده مبروك طبعا. دلوقتي اهو كده كده، وده الدلو الخارج وده السماد الخارج. شرح طبعا سهل جدا زي ما انتم شايفين. كان معكم الزناتي ذا ديفل اي من موقع محترف مصر وموقع مزاجات دوت كوم وموقع حصري دوت كوم. السلام عليكم.